أحد المرشحين في مجلس الكونغرس في أمريكا طرح القرآن الكريم داخل لقف خنزير. هكذا في أمريكا تشي تترشح في مجلس الكونغرس، في مجلس الشيوخ، ضروري تسيء إلى القرآن، ضروري تحرق القرآن، ضروري تسيء إلى الإسلام، ولا ما عقبلكش. اغضبوا لله يا أمة محمد، اغضبوا لدينكم، اغضبوا لإسلامكم، لمقدساتكم. إذا ما غضبت على القرآن الكريم على أسعد هتغضب. اخرجوا مسيرات، وروا هؤلاء الكفار اليهود الصاينة ان احنا متمسكين بكتابنا بقرآننا. هؤلاء اليهود الصاينة بيستخفوا بمقدساتنا، بالمسجد الأقصى، بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل فترة يسيئوا إليه، كل فترة يحرقوا القرآن الكريم. اتحركوا يا أمة محمد، يا أمة الإسلام. وينهم هؤلاء الذي بيزعلوا على الصحابة؟ كلنا بنزعل على الصحابة ولا نسمح لأي واحد يسيء إلى الصحابة، ولكن في ناس ما يظهروا إلا إذا تم الإساءة إلى الصحابة، ولكن عندما القرآن الكريم يدعس ويحرق ما نسمع لهم صوت. وين انتوا؟ ازعلوا على القرآن نفس ما كلنا بنزعل على الصحابة، نزعل كذلك على القرآن الكريم. وينهم حكام العرب حتى ندين ونستنكر؟ حكام العرب حتى الإدانة والاستنكار على حرب ودعس المصحف ما أدانوا ولا استنكروا هذا الفعل. ولعنة الله على من ما حركه دينه ولا ضميره على القرآن الكريم وغيره على دين الله. لعنة الله عليه. لا أنت مسلم